السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى من جديد ان شاء الله حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بادجي. النهارده بفضل الله شحن تاني طيور بردك لمحافظة الاسكندرية، وبفضل الله بقى النهارده يعني في فكرة كده عايز اقولها لك عشان بفضل الله ما تقعش في مشاكل والحاجة تروح لاصحابها بشكل سليم. لسه انا طبعا زي ما انتم شايفين كده ما قفلتش البوكس او الكرتونه بتاعت شحن الطيور، بس حبيت الاول اوريكم الطيور وايه المشكله اللي ممكن انا مصطفى ممكن اقع فيها من غير ما اخد بالي. انا دي اللي هنبهك عنها النهارده. في ناس كتير بتشحن طيور، فطبعا ده شيء عادي لو طيور من نفس الطفرات او من نفس النوع او الشكل وهكذا. بمعنى ايه يا مصطفى؟ بمعنى ان انا النهارده شاحن عصافير بادجي وشاحن زبرة. طيب الزبرة يا مصطفى في ناس ممكن تحط الزبرة مع البادجي، لا ده خطر كبير جدا جدا جدا، بل بالعكس انت ممكن عبال ما الشحن يوصل لصاحبه تبص تلاقي الزبرة دي ميتة حرفيا، الزبرة دي تموت حرفيا. وفي ناس تقول لك مش مهم انا بقى احطهم في كرتونه واحده خلاص هم يتنططوا ويبعدوا، لا ما فيش حاجه اسمها كده. انت حطيتهم في بوكس واحد يبقى انت كده بتسبب خطر للزبره، وانت كده مش امين في طريقه شحنك او بيعك للناس. بمعنى ايه؟ انت متخيل اصلا لما بيكون الطفرتين في قفص كبير او في مكان واسع، مجرد ما عصفور الزبره الرقيق الصغير جدا 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 انتوا عارفين شكله طبعا بيجي كده عند العصفور او الطفره الثانيه اللي هي مثلا وليكن البادجي او ممكن اي طفره ثانيه، يقرب منه بس، فممكن تلاقي اصلا البادجي دوت مجرد نقره في دماغ الزبره يعوره يفتح له دماغه يسبب له مشكله، لانه ده بالنسبه لده فارق جدا جدا في القوه وفي الباور وفي الشراسه. عصفور البادجي لو مسك عصفور الزبره وبس اتك على دماغه او كده هو حرفيا هيموته، فما بالك ده قفص واسع او مطار او ايا كان اللي انت كنت حاطه فيه. ما بالك لما احنا بقى بنحطهم في بوكس او كرتون زي دي مثلا حوالي 25 في 20 سم وليكن مثلا على حسب طبعا المجموعه اللي رايحه. هنوريكم بفضل طبعا المجموعه اللي رايحه، بس انا حبيت اقول الفكره دي عشان ما حدش يغلط الغلطه دي ويحصل مشكله، وطبعا صاحب الحاجه اللي رايحه له الحاجه يقول لك انا بعت لك فلوسك والتزمت معاك، ازاي تبعت لي الزبره مع بادجي او طفره ثانيه مع طفره ثانيه؟ احنا مش بنتكلم على الزبره بعينها، بس هو كان النهارده عشان القدر يعني لعب لعبته، كان الزبره هتسافر لنفس الراجل المحترم اخويا وصديقي مع البادجي، فهو محتاج البادجي دوت ومحتاج الزبره، فاحنا قلنا نقدم لكم الفيديو ده. خاصه ان انت بردك نفس القضيه، ما ينفعش تحط مثلا وليكن كوكتيل مع استرالي، روز مع استرالي، روز مع كوكتيل، ايا كان يا جماعه. الطفرات المختلفه دايما بيبقى في ما بينها وبين بعض في الغالب يعني عداء، لان هو جنس مختلف عنه خالص. في قصدي اقصد طفره مختلفه، فتلاقي دايما في حته عداوه كده. ما بالك انت طفره الواحده لما بيكون في ذكرين او الاثنين ممكن يضربوا بعض يموتوا بعض، ما بالك انت بتحط طفرات مختلفه مع بعض، فتاخد بالك من النقطه المهمه دي جدا 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 عشان ما تسببش في مشكله ويبقى انت شكلك وحش قدام الحاجه، قدام صاحب الحاجه اللي وصلت له الحاجه وهو دفع لك فلوسك والتزم معاك بالفلوس وفلوسك حولها لك والدنيا جميله. يبقى احنا برضك نرجع ونقول نحافظ على حاجه الناس زي ما انا بخاف على حاجتي، بتمنى حاجتي والفلوس توصل لي بامان وبشكل سليم، هو كمان من حقه ان هو توصل له فلوس حاجته اللي دفع فيها فلوس بامان وبشكل سليم. تاخدوا بالكم جدا جدا من النقط دي عشان ما تقعدوش في مشاكل. طيب انا عملت ايه النهارده؟ انا عملت طريقه كده لذيذه هوريها لكم وهم برضك في كرتونه واحده. انتوا متخيلين يعني انا حاطط الطفرتين او النوعين الزبره والبادجي في نفس البوكس او في الكرتون، انتوا متخيلين؟ طب انا عملت ايه بقى؟ انا عملت ايه بمنتهى البساطه؟ هي دي الكرتونه هي يا جماعه مساحتها زي ما انتم شايفين اهو، وجينا هنا عملنا فاصل او جدار من الكرتونه، جبنا كرتونه ثانيه قطعناها وعملنا فاصل هنا. فالفاصل اللي احنا عملناه ده قلنا الحيز ده ال 10 15 سم، انتوا عارفين ان عصفور الزبره مش كبير، فال 10 15 سم دول اللي انتوا شايفينهم دولت احنا خليناهم لزوج الزبره مثلا، والباقي المساحه الكبيره دي خليناها البادجي. هنشوف دلوقتي بعينينا التجربه وهنشوف كل حاجه، بس انا حبيت بس انوه، معلش انا اسف لو طولت، وانا اسف تاني يا جماعه لو بطول في نقطه وبلح عليها عشان عايز المعلومه توصل دماغ الهاوي وما يقعش فيها بفضل الله. يبقى احنا كده ادينا له المعلومه كامله متكامله ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف بفضل الله، يا رب بس ما فيش حاجه تطير، ونحاول ننقل لكم الصوره. دولت الزبره اهم، بصوا لاحظوا الجدار بقى اللي احنا بنتكلم عليه كده، بصوا الزبره اهي
وفعلا طار. انا عارف ان هم هيطيروا، انا عارف لان دي زبره وعصفور صغير جدا، وعصفور بيبقى حساس جدا. بصوا طار اهو، اهو الذكر طلع طار اهو. هنمسكه طبعا، بصوا بفضل الله الذكر، بصوا طبعا عشان نمسكه ده قصه، فاحنا بقى هنحاول نرجع لكم تاني، نمسك بس الذكر ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. الحمد لله رجعنا اهو. العصفور كان الحمد لله محترم، وما يعني ما جريش بشكل انا كنت متخيله بصراحه، لا هو كان بيطير في الواطي كده وفرحان بان هو شايف طيور، فكان بفضل الله ما غلبنيش. بصوا اهو، بسم الله اهو، بصوا بعمل لهم جدار، بصوا اهو، هم على فكره هم ذكرين، هم كده كده ذكرين، وبصوا بعمل لهم جدار اهو، ومتهوي والدنيا حلوه ازاي، بصوا، والمساحه واقفين فيها مستريحين فيها طول اهو، وعود الداخل بتاعنا، والذكرين محطوطين بشكل محترم جدا بفضل الله، وشايفين الارضيه مليانه نشاره، والعصافير واقفه بشكل نظيف جدا، اللي هو بفضل الله ما تبقاش خايف عليهم وقلقان ان هم يوصلوا بفضل الله لصاحبهم بشكل سليم. ورجعنا لكم يا جماعه، وشفنا احنا الزبره محطوطين ازاي. بصوا وادي الجدار اللي في الوش ده المتخرم ده هو اللي فيه الزبره. بصوا دي بقى بفضل الله مجموعه الرمبوهات بفضل الله على بلاك وينج، على الذكر الرمادي اللي رايحين لصديقي. بصوا في مكان تاني خالص منعزل عن زوج الزبره. بصوا عاملين جدار عامل ازاي بفضل الله. بصوا لازم دايما يعني بجد والله العظيم طول ما انت بيبقى عندك امانه في البيع والشراء، وانك ازاي تودي الحاجه لاصدقائك واصحابك، او مش لازم يكون اصحابك، تودي له الحاجه بشكل سليم، العصافير سليمه، تشيك على الطيور، ما يبقاش الطيور فيها مشكله، ما تبقاش انت عارف ان في مشكله وتسكت وتدي يعني تبعت كده على طول تقول مش هياخد باله. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. ما تضحكش على ربنا يعني سبحان الملك. انت لو ضحكت على البشر سهله ماشي، عديت وقلت ضحكت واستنصحت او فهمت نفسك ان انت كده ذكي او ان انت كده بتضحك، لا 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 لا, لا. ربنا ما بيروحش وربنا ما بيضيعش حق حد يعني سبحان الملك. يعني انت ضحكت على حد ماشي، اضحك على حد واثنين وعشرة، لكن ليه؟ بصوا بفضل الله الحاجه ما شاء الله صحتها عامله ازاي، ومعلمين له زوج بفضل الله. هتلاقي الانثى عليها علامه حمراء كده في دماغها اهي اللي في الوش دي، والذكر بتاعها نفس القصه اهو. فالحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. الواحد يعني دايما بيحاول بفضل الله. بصوا ان شاء الله الذكر الرمادي عامل ازاي، ان شاء الله ذكر محترم. وادي الريمبو اهو، والبلاك وينج اللي جوه، وبفضل الله مجموعه ريمبو فيها قص شباب وفيها قصين اول شغل. الحمد لله لازم تطمن برضه. بص النشاره والدخن، وادي الجدار اللي هو عازلهم ما بينهم وما بين الزبره، عشان يبقى احنا كده مطمنين ان الزبره في حته وهم في حته وما عملناش مشكله. في نفس الوقت الفكره بصوا حلوه عجبتني، انا عملت جدار وقفلته بالقفايز ازاي زي ما انتم شايفين. الواحد الحمد لله بيحب دايما يحافظ على حاجه الناس، فاديكوا شفتوا التجربه ده. فده يعلمك ان انت لو هتشحن طفرتين مختلفين او عصفورين او نوعين من الطيور بشكل مختلف، ما ينفعش تحطهم على بعض حتى لو في شياله. يعني الفكره مش في كرتونه بس، لا حتى لو انت تحطهم في شياله تقول ده متهويه الدنيا حلوه. بصوا ما شاء الله الزوج ده عشان ياخد بعضه، الذكر ما شاء الله بيلعب مع الانثى وبيدعبها ازاي. فيا جماعه عشان برضك ايه اقول لكم دايما بفضل الله، دايما حاول ما تضحكش على حد، ما تضلش حد. الحاجه اللي في العصفور انت شايفها قول، فده هينجحك وده هيخليك بفضل الله قوي جدا. وبص ما شاء الله البلاك وينج ما شاء الله جاهزه برضك لقوه الا بالله تمام. فمجموعه ان شاء الله محترمه، ربنا يا رب يجعل له خير فيها ان شاء الله ويشوف رزقها ان شاء الله، ونتمنى الخير والتوفيق للجميع. واديكم شايفين اهو، وريناكم التجربه. بصوا احنا فاتحين اهو، ده باب اهو لسه ما قفلتش طبعا، ده الباب اهو، والناحيه الثانيه اهو نيجي عند الباب بتاع الزبره اهو. بصوا دول في حته ودول في حته مختلفه. الحمد لله الواحد بيحب يفكر ويشغل دماغه. بصوا اهو الجدار العازل ما بينهم اهو، بصوا دولت في حته ودولت في حته ما بينهم الجدار. الحمد لله الدنيا جميله اهو، وفي كرتونه واحده بس الحمد لله الواحد بيشغل دماغه اهو. فدولت هنا الزبره في المكان ده والبادج في المكان ده، والدنيا جميله والحاجه توصل للراجل بشكل سليم ونطمن. ودايما عود نفسك بعد ما الراجل يستلم لازم تتصل بيه، ولازم تقول له طمني، ولازم تقول له استلمت الحاجه والحاجه ايه وصلت لك عامله ازاي. والله المستعان يعني، ربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع في خير. ما تنسوش الهوايه نوايا، ما تنسوش لو اللي فات حلو فاللي جاي احسن. لو عجب المحتوى ما تنساش تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، نتمنى الخير والتوفيق للجميع. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.